تذكرت الآن حديثا رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي، لولا أن البخاري روى هذا في صحيحه وقيل لي كحكاية ما صدقتها. جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري يقول: خرجت أنا وعبيد الله بن عدي بن الخيار، وكانوا في الشام، فقال له جعفر ابن عمرو بيقول لعبيد الله بن عدي بن الخيار: هل لك في وحشي نسأله كيف قتل حمزة؟ قال له ماشي. كان وحشي يسكن في حمص، فنزلوا حمص وسألوا على أين بيت وحشي، قالوا أشاروا إلى قصر، وقالوا له إيه هو يسكن في هذا القصر. قال: فرأيناه كأنه حميد، حميد يعني أسود شديد السواد، يجلس في ظل قصره. قال: فوقفنا عليه وعبيد الله معتجر بعمامته لا يرى منه غير عينيه وقدميه، ملثم يعني. فقال له عبيد الله بن عدي: يا وحشي هل تعرفني؟ قال: لا والله، غير أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص، فولدت له غلاما، فكنت أسترضع له في مكة، فناولتها إياه فكأني أنظر إلى قدمي. هل ممكن إنسان تبلغ به الفراسة أنه يعرف راجل من قدميه وما شافوش غير مرة واحدة لما كان طفل رضيع، وهو بيناول الطفل الرضيع ده لأمه عشان تشيله، بص الرجلين، فلما نظر إلى قدمي هذا المتكلم قال له: كأن اللي أنا اديته المرأة دي هو أنت. طب هو الولد الرضيع رجله قد ايه؟ مقاس كام يعني؟ 46؟ ده رجله طول كده اهو. طب وعدي عبيد الله بن عدي بن الخيار ده مقاس رجله كام بقى بعد ما كبر؟ ازاي يعني يعرفه من رجليه يعني؟ ها؟ قال: فخلع عبيد الله بن عدي بن الخيار عمامته وأظهر نفسه له. دي حاجة فراسة، دي أنا لم أرى في الدنيا مثلا حتى الآن، يعني في قراءات وأنا أبحث عن تاريخ الفراسة من زمان في تراجم العلماء، من يوم ما قرأت كلمة الشافعي في مطلع حياة العلمية وأنا ألتمس قصص الفراسة من تراجم أهل العلم، لم أرى مثل هذا الموضع قط. ولذلك وحشي لما ضرب حمزة قتل حمزة نشن على مكان صاحبه يعني بقضاء الله لازم يموت، ولما راح عشان يقتل مسيلمة نشن عليه برضه. ما هو لما أسلم وحشي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت وحشي؟ في نفس الحديث يعني. قال: نعم. قال: أخبرني كيف؟ قال: هل قتلت حمزة؟ قال: أنت قتلت حمزة؟ قال: قد بلغك من الأمر ما علمت. قال: هل تستطيع أن تغيب عني وجهك فلا أراك؟ شوف يعني، شوف قتل حمزة ترك في النبي صلى الله عليه وسلم غصة لحد ذلك الوقت بعد فتح مكة. بيقول له وحشي مع أن الإسلام يجب ما قبله وخلاص، وقتل وهو كافر وكان يريد أن يعتق ينال حريته بقتل حمزة. قال له: هل تستطيع أن تغيب عني وجهك فلا أراك؟
والله أنا لما بقرأ دي يعني بأشعر برثاء شديد لوحشي، محروم من النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرفش يكلمه ولا يعرف يقعد قدامه ولا يعرف يسلم عليه ولا الكلام ده. قال له ما اشوفش وشك. فبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام وحصلت فتنة مسيلمة والكلام ده، قال مسيلمة لا أخرجن، قال حمزة وحشي لا أخرجن إلى مسيلمة لعلي أكافئ به حمزة، يعني بقى أكفر عن إيه؟ عن ذنبي يعني. فبنت جارية كما قال عبد الله بن عمر قالت قتله العبد الأسود، فكان وحشي يقول قتلت خير الناس وشر الناس. قتل حمزة وقتل مسيلمة الكذاب.